أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير. تحذير لجمهور النادي الأهلي. تحذير من إيه؟ تحذير من المخطط اللي بيتعمل ضدهم في الوقت الحالي. إيه القصة؟ القصة إنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين وشفنا كنا القرعة اللي تمت بالذكاء الاصطناعي في الفجر دي، وبالصدفة البحتة تم تحديد مباريات الدور الحاسم من الدوري، وإنه النادي الأهلي هيلعب أولى المباريات في الدور الحاسم مع الزمالك، والمباراة الثانية على طول أمام بيراميدز. طيب إيه هو المخطط؟ المخطط زي ما حضراتكم عارفين انه النادي الاهلي كان في المواجهتين امام بيراميدز الموسم الماضي، كانت نقطة قوة النادي الاهلي هو جمهوره. جمهور النادي الاهلي كان اللاعب رقم واحد في المواجهتين امام بيراميدز. طبعا ان جمهور النادي الاهلي معروف في كل المباريات الحاسمة بيكون حاضر بكثافة وتشجيع يحرك الصخر. فاتحاد الكوره، رابطه الانديه، المنظومه المسؤوله عن الكوره كلها اللي دايما بقول انهم زملكاويه، المخطط بتاعهم ايه؟ انه طبعا في مواجهه نادي الزمالك يتم استفزاز جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يرد، فيتم توقيع عقوبه عليه بالحرمان من الدخول في المباريات لمباراتين. ليه؟ لأن النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي تم توقيع عليه عقوبة قبل كده، عقوبة مالية، بعد كده تم توقيع عليه عقوبة مرة تانية اللي هي حرمان المتواجدين في المباراة. المرة الثالثة هو حرمان النادي الأهلي من جمهوره بشكل كامل لمباراتين. هو ده المخطط اللي محطوط من المسؤولين عن الكورة وعن الدوري. ليه؟ عشان يتم حرمان جمهور الأهلي أو حرمان الأهلي من جمهوره في مواجهة بيراميدز، لأنه الدوري واضح منذ البداية إنه موجه لأحد الفريقين، لإما بيراميدز لإما الزمالك. الزمالك ما ساعدش المسؤولين على إنهم ينجحوا في المخطط بتاعهم بالنتائج السلبية والكلام ده كله، فالتوجه أصبح لنادي بيراميدز. فكل المنظومة دلوقتي بتلعب على انه بيراميدز يحصل على بطولة الدوري. ليه؟ لانه المستثمر عاوز بطولة الدوري، وحضراتكم شفتوا في كل مباريات بيراميدز مفيش مباراة الا ويتم احتواء نادي بيراميدز بشكل واضح جدا جدا من الحكام. فاتمنى من جمهور النادي الاهلي انه مهما يتعرض لاستفزاز ما يردش بأي شكل من الأشكال، ويلتزم بتشجيع الفريق فقط لا غير، عشان نقدر نفسد عليهم المخطط بتاعهم، لأنه واضح جدا المخطط بتاعهم، وهو حرمان الأهلي من جمهوره في مباراة بيراميدز. امبارح كان موجود الكابتن أحمد شوبير في أحد البرامج، عجبني جدا تصريح ليه بصراحة قصف جبهة من العيار الثقيل يعني. مقدمة البرنامج بتقول له ليه خلافاتك مع الكبار مش بتتحل زي مرتضى منصور؟ فالكابتن شوبير بيقول لها ده أمر منتهي ومش هيتحل. فردت المذيعة بتقول له طب خلافك مع المعلق أحمد الطيب؟ شوبير رد وقال لها هو أحمد الطيب من الكبار؟ بصراحة يعني تصريح قصف جبهة لأحمد الطيب أو أحمد الغير طيب. يستاهلوا، ويستاهل أكتر من كده أحمد الغير طيب. بعد إجراء القرعة وردود الأفعال الكبيرة ضد الموضوع ده وإزاي القرعة دي تتم بالشكل ده، ورد رابطة الأندية إنه تم بالذكاء الاصطناعي، عاوز أسأل سؤال والله لرابطة الأندية. هو ليه تحط نفسك في موقع الشبهات؟ بمعنى أنا هعمل قرعة لدور حاسم سواء للتسعة اللي فوق أو التسعة اللي تحت، ليه ما بعتش للأندية إن تبعت من كل نادي مندوب من عنده؟ أجيب من كل نادي مندوب يحضر القرعة، ذكاء اصطناعي، ذكاء زراعي، ذكاء زي ما يكون، على الأقل إني أعمل حالة من الشفافية، ما أحطش نفسي في موقع شبهات. يعني في موقع شبهات أجيب أبعت للأندية يبعتوا مندوب يحضر القرعة وابعد نفسي من قيل وقال. ولكن هم ما عملوش كده، لانه لا في ذكاء اصطناعي ولا ذكاء بدنجاني. كل القصة
موضوع مرتب وموضوع عارفين وواضح جدا منذ البداية رايح على فين. طيب. تصريح من أحمد سالم. أنا ما عنديش خلاف شخصي مع أحمد سالم، ولكن أحمد سالم فاهم الموقع غلط، أو فاهم الموقع الموجود فيه هو دلوقتي فهمه غلط. فهم إنه لما يقول تصريحات بالطريقة دي هو كده بيعمل نمرة عند جمهور نادي الزمالك وبيعجب نادي الزمالك، ولكن دايما في كل كلامه بحس إنه هو بيتكلم وهو لا حافظ ولا فاهم ولا أي شيء. أنا من الناس اللي قابلت أحمد سالم في قناة الشمس في البرنامج لما كنت مع الكابتن مجدي عبد الغني قبل ما اطلع على الهوا كده، فاتكلمت معاه حوالي 5 دقائق في حضور ناس تاني. يعني كان موجود شريف الخشاب اللي هو مدرب غزل المحله السابق، كان موجود جمال عبد الحميد جيمي، لكن هو طبعا ما كانش في حوار بينه وبينه يعني. فمن الكلام مع احمد سالم فعلا العقليه كلها واحد، عقليه غريبه جدا، وده يعني على الطبيعه دماغه رايحه خالص منه اكتر من التصريحات بتاعته على التلفزيون او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، رايحه منه خالص. احمد سالم بيقول احنا طلبنا من اتحاد الكوره ورابطه الانديه تاجيل مباراه مودرن سبورت في كاس مصر اللي هتقام النهارده عشان مبدا تكافؤ الفرص، لانه النادي الاهلي مش هيلعب اي مباراه لغايه مباراه الزمالك يوم الثلاث، وتم رفض الطلب. وده يبين لك الدنيا رايحه على فين، رايحه على فين يا حبيبي. اولا المباراه مودرن سبورت مع الزمالك دي في بطوله كاس مصر. طيب هل النادي الاهلي مشارك في كاس مصر؟ لا مش مشارك في كاس مصر. ليه؟ لانه العام البطوله اللي فاتت الاهلي ما استكملهاش، فاتحاد الكوره ورابطه الانديه وقعوا عقوبه على الاهلي بحرمانه من النسخه القادمه اللي هي اللي شغاله دلوقتي. فالاهلي مش مشارك اصلا في كاس مصر. هيأجل لك ليه؟ هيأجل لك ليه؟ طب مباراتك انت النهارده الجمعه، هيبقى معاك السبت والاحد والاثنين والمباراه يوم الثلاث. طب ما انت طالما انت شايف انه بطوله كاس مصر هتعطلك عن الدوري، هتعطلك عن الكونفدراليه، ليه ما اتخذتش نفس القرار اللي اتخذه النادي الاهلي لما شاف انه بطوله الكاس هتخلي انه هتعمل ضغط على لعيبته وهتعطل معاه على حاجات كتير، فالاهلي قرر الانسحاب من البطوله؟ ليه ما اتخذتش نفس القرار؟ لا، ليه؟ لانك انت زي ما احنا بنقول كده بالصعيد متكول على ايه؟ انه هيتم مجاملتك ويتم احتوائك من لجنه المسابقات ورابطه الانديه واتحاد الكوره والكل. لكن في حاجات لو تم مجاملة الزمالك فيها بالشكل ده، لا ده هتبقى كارثة فوق الكارثة. فمستحيل اتحاد الكورة او رابطة الاندية هتأجل لك مباراة زي كده. هل النادي الاهلي متاح ليه يلعب في اي بطولة في بطولة الدوري مثلا تقول والله خليه يلعب بطولة الدوري وانا لا، اول مباراة مع الزمالك معاك. طب هل متاح فيه بطولات تانية؟ لا مفيش. فايه ذنب النادي الاهلي انك انت اتخذت قرار بعدم الانسحاب من كاس مصر الموسم الماضي ولعبت، ومع ذلك انت دلوقتي بتشتكي ويقول لك عاوز اجل؟ شيء غريب وعجيب. يطلب حاجات مش موجوده لا في لوائح ولا اي شيء، ولما يتم رفضها يبقى دي مؤامره كونيه على نادي الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه امام نادي الزمالك. مباراه من وجهه نظري لازم الفوز من النادي الاهلي. المباراه لازم يكون فيها ان شاء الله باذن الله اداء ونتيجه. مش هطول على حضراتكم، سلام.